توفي اليوم الخميس مدير العام للجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن عبد العزيز السعد، وسيصلى على الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن، وسيدفن في مقبرة المنصورية. وذكرت مصادر مقربة أن وفاة اللواء جاءت إثر جلطة أدت إلى وفاته، حيث سقط الفقيد مغشيا عليه أثناء تأدية عمله بمكتبه يوم الاثنين الماضي، وعقب فحصه بالمستشفى تبين إصابته بجلطة دخل بسببها في غيبوبة حتى توفي فجر اليوم. ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. وكان السعد قد تم تعيينه مديرا عاما للجوازات في منطقة الرياض مطلع يناير 2021، ويعد من الكفاءات المميزة في المديرية العامة للجوازات، وتولى لعدة سنوات منصب مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية، وتمت ترقيته في فبراير 2021 إلى رتبة لواء.